السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مرحبا بكم في الفيديو هذه تاع اليوم. كما راكم تشوفوا هنايا خبز الباغيت، خبز الفرنسي. هذا هو الخبز اللي موافين نشريوه من الكوشه، مع انه دركا راهو متعذر مع الحالة اللي رانا فيها، وكاين بزاف اللي ما عندهمش السميد في الدار، والفرينة شوية راهي متوفرة. ندير لكم طريقة كيفاه تتحصلوا على الخبز كيما هكا، قشرة مقرمشة والبابة طرية، وفي نفس الوقت ما يجيش معمر باللباب الداخل، ويجيكم سهل. نبداو على بركة الله. نديرو اللوفان نديروه، راني درته لكم شحال من مرة من قبل. هذو اللي راني نخدم فيهم هنا ماشي تاع لوفان اوت كوتي. واش نديرو هنا؟ نديرو 2 كيسان تاع 200 مليلتر تاع فرينه، ومغرف صغيره تاع خميره تاع الخبز، ومغرف صغيره تاع السكر، ومغرف صغيره طول تاع شاي تاع خميره كيميائيه، وزوج مغارف صغار تاع زيت. ونحطو كوتي نص كاس تاع الفرينه، نخليوه كوتي، وثاني نكيلو من بعد نكيلو الماء تاعنا، وزوج مغارف صغار تاع الزيت. هذو هما المقادير. واللوفان هاو هنا راني كتبت لكم المقادير تاعو. درناه شحال من مره، نديروه يطلع نطلعوه يطلع، بعد نهبطوه، من بعد نزيدو نخليوه يزيد يطلع، من بعد نهبطوه، من بعد نخلطو به الخبز تاعنا، نكبوه هو الاول، من بعد نديرو كاس تاع ماء دافئ. هنا كيما قلت لكم 2 كيسان تاع فرينه تاع 200 مليلتر تكيلو به، يخرج لكم 2 خبزات، فيهم مغرف صغيره تاع الخميره، خاطر ما اللوفان فيه الخميره، فيه مغرف صغيره تاع السكر، ملعقه شاي تاع خميره كيميائيه، 2 مغارف صغار تاع زيت نباتي عادي، وتلم وقطرات تاع الخل. راني نسيت ما درتش انا اليوم الخل. ديروا قطرات تاع الخل، هاو يعاون لكم الخبز تاعكم باش يطلع. من بعد تلموا بالماء، كاس تاع ماء، نفس الكاس اللي كيلتو به الفرينه تكيلو به الماء باش تجيكم شويه جاريه هكا. من بعد وشويه تاع الملح، قيمه قرصه. هنا جاي الكميه هذه جايه كيما قرصه تاع كسره. ديروا كيما موالفين تملحوا الخبز تاعكم عادي، كسره تاعكم ولا خبز ولا شو موالفين ديروا. من بعد توليو هنا العجينه جاريه. ندير لكم طريقه كيفاش ما تدلكوهاش. لكن بغيتو تدلكوها كيما درت لكم الخبز اللي فات، اخدموا بنفس الطريقه. خليو الماء تاعكم، شيحوها، من بعد بداو بلوا بشويه. من بعد نخلي لكم في صندوق الوصف الرابط تاع الفيديو اللي فات تاع الخبز اللي فات، الطريقه اللي باغيه دير تاع تدلك، وهي احسن طريقه هذه. انا كي يحكمني التفنين ندير كيما هكا، نديرو كيما هكا، نخلطو كيما السفنج، نجريه شويه، نديرو كيما السفنج، ونخليه شويه فرينه، من بعد نولي نلم بها. خاطر ما لو كان ديروا الخبز تاعكم جاري كيما هكا، من بعد راهو يتبزع لكم. هذا القوام هذا ديروه الخبز اللي تكونوا رايحين ديروه في مول، ولا كيما مثلا توست، ولا تقدروا ديروه كيما هكا، خاطر ما في المول راهو يحكم روحه. بصح كيما اللي رايحين ديروه دي باكات وتخليوهم، ما تصلحلكش ديريه جاري طول. درك من بعد تلميه بالفرينه. تكملي الفرينه، سوا تكمليها كامل، انا ما كملتهاش، درت نص تاع الكميه تاع الفرينه اللي خليتها. المهم جاتني عجينه حكمه روحها، طريه وحكمه روحها. درتها في لاكوكوت كيما درتها لكم المره اللي فاتت، وغلفتها بالفيلم اليمونتير، خاطر ما العجينه قادر تطلع الفوق، تولي تقيس لي هذا، وتقفل لي هنا الصفاره. ولاكوكوت ما تقفلوهاش بزاف، قفلوها خليوها شويه مرخوفه، وديروا ديترو، ديروهم خاطين، ما ديروا لهاش صفاره. هذو هما يعني الحوايج اللي ديروهم، وخليوها تطلع. سوا ديروا لها، لا كان عندكم كوزينتكم دافيه ولا بلاصه دافيه تحطوها فما، ولا لا ما عندكمش ديروا لها طاوه تاع ما دافي تحتها، وغطيوها من الفوق بطرشون، وخليوها تطلع. من بعد كي تطلع نديروها، نهبطوا لها الخمور تاعها، بصح ماشي تحكموها تدلكوها، خليوها شويه خفيفه، وحلوها كيما هكا. من بعد بداو روليو لي باغيت تاعكم، دوروها مره، لضوا عليها، من بعد وليو زيدوا دوروها وقفلوا. وكي تحلوا العجينه حلوها بهذه الطريقه، باش ماشي تحكموها
تروليوها. كلي هذيك الخدمه اللي خدمتوها تاع دخلتوا لها الهواء لداخل باش تطلع لكم، كلي ما تروح هذيك الخدمه، ما تلظوش عليها، حلوها اقفلوها، بعد دروليوها المره الثانيه شويه مرخوفه، زيدوا اقفلوها باش ما تتحلش، وديروها بهذه الطريقه باش تطولوا لا باغيت تاعكم. من بعد هنايا انا ما عنديش هذاك البلاطو اللي يديروا فيه لي باغيت، كاين بلاطو سبيسيالمون جاي مدور كيما هكا، نصف دائره نصف دائره يجيو فيه مربعه. انا ما عنديش، واش درت هذو دي مورسو تاع بابي دالومنيوم، طبقتهم بشكل طولي، من بعد درتهم كلي هرم هكا. تقدروا تطلعوه شويه باش يجيو طالعين. هنا هذه هاي قديمه هذه الصوره، عن بالكم المره اللي فاتت علاه ما حطيته لكمش، خاطر ما جاوني شويه هذوك لي باغيت تاوعي مفتوحين هكا، بغيت ندير لكم حاجه تكون سوا. زدت عاودت درت بالطريقه هذه، اني درتها ثاني عندي واحد 3 ايام ولا 4 ملي درتها. من وراء ما حطيت لكم هذيك لاغوسيت تاع البطاطا، زدت عاود درتها ثاني، جاوني شويه مدايرين، جاوني شويه مفتوحين، خاطر ما بعدتهم لي باغيت هذوك على بعضهم كيما شفتوهم 4. هنا راني درت غير 2، مالا الخطره هذه درتهم لازمني نقربهم لبعضهم، بصح خليو لهم لي سباس باش ما يلصقوش في بعضهم، يخمروا شويه ما يلصقوش في بعضهم. تما هذه هي الاخر، بغيت نحط لكم حاجه كيما لازم الحال ولا. وثاني عطيت لكم كفكره كحل اللي ما عندهاش البلاطو، كيفاش دير الطريقه باش دير حاجه تشبه للاصلي، تسمى حاجه مش كيما تاع كل يوم. هذيك لابارتي تاع لي باغيت اللي شفتوهم 4 اي ثاني درتها خطره فايت، ماشي تاع هذه هنا خرجت لي كميه، خرجت لي 2. هنايا كي نكمل نفاصونيهم ونديرهم في بلايصهم، نحكمهم بموس ماضي ولا شفره حلاقه ولا وندير لها هكا هذوك الخطوط. كي تنفخ هنايا واش ندير له، نحكم بخاخ وندير له الماء عادي تاع الشرب اللي موالفين ديروه، وترشوه من الفوق، ماشي ترشوه بزاف، مهم ترشوه يفوت عليه الماء كامل. هذه هي الحاجه، لازم بخاخ يكون يرش رشاش. والفور تاعي نسخنو على 220 درجه، وندير له لداخل بلا فيه الماء يسخن، حتى يسخن الفور هذاك، والماء هذاك يعود يغلي باش ندخل الخبز تاعي ونطلع لاغيل من الفوق، ونخليه يفوت ساعه باش يطيب. هو كي تشوفوه كي تطلعوا لاغيل من الفوق او يبدا يحمر لكم من الفوق، بصح ما يدي لكمش هذاك الوجه كيما لازم، زيدوا شعلوا له شويه من الفوق. عندكم اذا كان الفور تاعكم من نوع هذاك اللي فيه الفونتيلاتور يعني فونتيلي، راح يوزع لكم الحراره، يجيكم طايب كيما لازم الحال، يجيكم احمر من التحت من الفوق كما لازم الحال. هذه هي لاغوزات تاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتنجح لكم، والى اللقاء الى فيديو قادم باذن الله.